بتسألنا السيدات بشكل كبير قوي عن مشكلة البواسير مع الحمل. طيب احنا عندنا مشكلة دلوقتي بتيجي نتيجة ان السيدة الحامل بتعاني من الامساك نتيجة حاجتين. اول حاجة ضغط البيبي على الاوردة الشرجية، تمام، فبيحصل مشكلة ان هي بيحصل شوية بواسير، او بيكون المشكلة التانية اللي هو الاستخدام المفرط في الحديد، وده بيعمل امساك برضو وبيعمل بواسير. طيب بالنسبة للسيدة الحامل احنا هنقسمهم لجزئين. سيدة كانت بتعاني من بواسير قبل الحمل، وديت غالبا بننصحها ان هي بعد الحمل وبعد الولادة ان هي تعمل عملية عشان خاطر ما تتعرضش للموقف ده تاني. بالنسبة للسيدة اللي بتعاني من البواسير اثناء الحمل، احنا بنقول لها حاجتين. هنحاول ان احنا نستخدم التغذية بشكل صحيح في فترة الحمل، سواء كان اللي احنا نزود الفايبر زي الخضار والفاكهة ونشرب مية كتير، مع الحركة بقدر الامكان عشان خاطر نقدر نقلل مشاكل الحديد اللي احنا بناخده اثناء الحمل، او وزن البيبي اللي بيبقى ضاغط على الاوردة اثناء فترة الحمل. وبينصح ان هي طبعا بعد الولادة ان هي تزور الطبيب عشان خاطر يقول لها اذا كانت البواسير دي كانت نتيجة الحمل وخلاص مش ترجع لها تاني، ولا هي اصلا بواسير موجودة وهي ما كانتش واخدة بالها منها. شكرا جزيلا لحضراتكم.